5 الفجر بتوقيت جرينتش، 8 صباحا بتوقيت مصر. الذهب قفل يوم الجمعة عند 3336، وبراجع معاك ان احنا قلنا عندنا منطقة مقاومة رئيسية عند 3350. حصل اكتر من مرة الاسبوع اللي فات اختراق كاذب ورد تحتها، وقلنا عندنا منطقة دعم رئيسية 3325. حصل اكثر من مرة الاسبوع اللي فات كسر كاذب وارتد فوقها. فتحنا عند 3336 اللي هو اغلاق يوم الجمعة بدون اي فجوات سعريه، والفجوه السعريه بيكون عباره عن فرق ما بين سعر اغلاق اليوم وسعر افتتاح اليوم اللي وراه. فتحنا النهارده عند 3336 وطلع يختبر السعر 3350، ما قدرش يوصل لها، وصل لغايه ال 3341 ونزل من عندها لغايه 3306 وشغال دلوقتي عند 3310. بحكم مبدا تبادل الادوار ال 3325 اللي كانت دعم دلوقتي السعر شغال تحتها، فبقت دي مقاومه. احنا دلوقتي شغالين ما بين منطقتين، 3325 دي منطقه المقاومه الرئيسيه، و3275. هحدث على مدار اليوم اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي او الفني. محدش يقول لي بعد ساعه او ساعتين لما يخترق ال 3325 تقول لي اهو عدى اهو ال 3325. لما اقول شمعه الاغلاق هي دي المعيار اللي عندي.